بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس 35 من سلسلة الدروس المتعلقة بالمذهب الأشعري، وسنرى فيه إن شاء الله تعالى معنى الإسلام. وفي ذلك يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله: فصل: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. أخبر هنا أن طاعة جميع الجوارح، وهي الجوارح السبع، وهي السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والفرج والبطن، هذه الجوارح، طاعة هذه الجوارح قولا، مثلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، قولا وفعلا هو الإسلام الكامل. والشيخ ميار رحمه الله يشرح هذا البيت فيقول: وفهم منه أن الانقياد ببعض الجوارح فقط ليس إسلاما كاملا، بل إما إسلام ناقص أو كفر وليس بإسلام رأسا. وهو كذلك، يعني ما يفهم منه كذلك، لأنه إن كان هذا البعض المنقاد به النطق بالشهادتين وحده أو مع غيره من خصال الإسلام فهو إسلام ناقص، وذلك كما هو مشاهد في الناس كثيرا من فعل المأمور به وعدم ترك المنهي عنه. ويثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين وحده. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام ظاهرا. ويثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين، ومعنى يثبت حكم الإسلام أي يعامل معاملة المسلمين. ويثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين وحده، فأحرى إن انضاف له غيره. وإن كان البعض المنقاد به غير النطق بحيث لم ينطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه رأسا ولو صلى وصام مثلا. ولو صلى وصام. أنا أعيد هذا آخر ما قال، يقول: وإن كان البعض المنقاد به غير النطق بحيث لم ينطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه رأسا ولو صلى وصام مثلا، لأن النطق بالشهادتين شرط في صحة باقي الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.